قول لي رود ماب عشان ابقى باك اند ديفلوبر. الرود ماب الصح مش انك تحفظ فريم ورك، الرود ماب الصح انك تبني اساس يخليك تشتغل على اي تكنولوجي بعدين. اول مرحله الانترنت بيسكس عشان ده ملعبك، لازم تفهم HTTP DNS هوستنج والا هتكتب كود من غير ما تفهم هو رايح فين. بعدها تعمل 3 حاجات بالترتيب ده. واحد، اختار لغه واحده بس، اختار مثلا بايثون ولا سي شارب ولا طبعا جافا سكريبت او جافا، اي واحده المهم تكمل بيها. رقم 2، اتعلم داتابيس صح من غير ما تتفلسف. ابدا بالسيكوال مع ريليشنال داتابيزز، افهم الاسيد ترانزاكشنز الاندكسز، وبعدها طبعا روح للنو سيكوال. رقم 3، الاي بي ايز وكمان الاوثنتيكيشن. اتعلم ريستفول كويس وبعدها شوف جراف كيو ال او الجي ار بي سي حسب احتياجك. ومهم جدا تعرف الاوثنتيكيشن وحواراته بقى الجي دبليو تي مع الاو اوث والسيشنز. اللي بيفرق الباك اند الشاطر مش فريم ورك ولا لغه معينه، الاهم تعامله مع السكيورتي والكاشنج والتستنج. السكيورتي زي انه يفهم طبعا ال HTTPS الكورس، ال OWASP. الكاشنج يتعلم حاجه زي ريدس. التستنج سواء يونت او انتجريشن، وده اللي بيخلي شغلك جامد. وبعدين لما تكبر شويه معاك بقى الدوكر والسي اي سي دي واساسيات في السكيلابيلتي والاوبزرفابيلتي. خلي بالك مش مطلوب تتعلم كل ده مره واحده، الرود ماب دي طبقات، كل طبقه تعمل بيها مشروع صغير وتروح للي بعدها. ولو عايز نحول الرود ماب دي لخطوات اسبوع باسبوع مع افكار مشاريع مناسبه لكل مرحله، اعمل لي فولو عشان سلسله الرود مابس.